النهاردة اعمل لكم من ضمن سلسلة الحلقات اللي انا هعملها لكم، اللي هو تعملي الميك اب بتاعك في البيت من غير اي مجهود ومن غير اي تكلفة. هنبدأ دلوقتي. هنعمل المسكرة الملونة او الالوان اللي انتي حباها. هتجيبي ثواني. بصي بقى، انت هتجيبي طبق صغير جدا، وهتحطي معلقة جل صبار ومعلقة شمع عسل نحل مبشور، وهتجيبي 4 نقط زيت خروع، و4 نقط زيت جوز زيت قصدي لوز، مش جوز الهند، سوري، زيت لوز. وهتبداي، وطبعا ما تنسيش الاي شادو الاسود او اي شادو انتي عاوزاه، او اي لون طبعا قصدي، بس لازم يكون اللون مط مش جليتر او في شمر او لمعة، لازم يكون مط. وتبداي ان انت تسيحيهم على حمام بخار وتسيحيهم كويس قوي، وتستني عليهم بعد ما يسيحوا تستني عليهم شوية لحد لما يهدوا كده، وتحطيهم في علبة المسكرة بتاعتك، تكوني طبعا غسلاها، وتحطي فيها المسكرة بتاعتك اللي انت عملتيها. يبقى تاني هنجيب طبق صغير، وهنجيب معلقة جل صبار، ومعلقة اسمه ايه ده، شمع عسل نحل مبشور، ده هتجيبيه من عند العطار. وهتجيبي 4 نقط اسمه ايه زيت خروع، و4 نقط زيت لوز، وطبعا الاي شادو الاسود، وتخلطيهم على بعض على البخار وعلى حمام بخار، وتبداي ان انت تحطيهم في العلبة بتاعتها. وكده هتلاقي المسكرة بتاعتك هتكثف معاكي وهتطول من غير اي حاجة، وطبعا حاجة طبيعية. وطبعا زيت الخروع كلنا عارفين ان هو مفيد وبيطول الرموش اصلا. فكده انت هتكوني عملتي مسكرة في البيت يعني مفيدة ليكي، وهتطول معاكي رموشك وهتكثف معاكي الرموش. وفي فيديو تاني هيكون قنبلة، واستنوني في الفيديو اللي جاي.